السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الجمبري بطريقة مختلفة جدا. بجد الطريقة دي تحفة. كل اللي هيجربها مش هيبطل يعمله بالطريقة دي. بجد بقى هتركنوا بقى طريقة الشوربة على جنب واي طريقة تانية على جنب. بصوا بجد تحفة. يعني احلى من بتاع المطاعم بكتير. وكمان هعمل معاكم ملوخية بالجمبري بطريقة حلوة قوي. وبجد تحفة. يلا بينا نشوف المقادير والمكونات وهنعمله ازاي النهارده. هنا معايا بصوا الجمبري بالحجم ده. هجيبه بقى انضفه، يعني هوريكم انا هنضفه ازاي. انا هقطع الراس بتاعته كده وبعد كده هقطع الرجول بتاعته كده يعني بالراحة علشان ما افتحهاش من البطن. وبعد كده هديها فتحة كده من الظهر. هطلع بقى الخيط الرملي كده اللي في الظهر. وبعد كده انا بصوا هنا جبت المقص عشان يبقى اسهل عليا. هفتح بقى الجمبري بتاعي من الظهر بالطريقة دي. يعني هسيبه لقبل الاخر كده بحبة بسيطة. وبعد كده فتحت القشرة بتاعته كده من الظهر لحد برضو قبل الديل بحاجة بسيطة، بس مش هحوشها. انا هخليها كده كغلاف للجمبري. بصوا هنضف معاكم واحدة تاني شوف هنعملها ازاي. انا حشت الرجلين بالراحة وبعد كده فتحته من الظهر. هحش الخيط الرملي ده. وبعد كده بصوا هكمل بقى فتح ليها لحد قبل الاخر بشوية. بصوا هفتحها بقى كده، هفتح اللحم بتاعها كده وهحوش القشرة بتاعتها كده بالراحة قبل الاخر بشوية وهسيبها كغلاف ليها. بعد بقى ما نضفت كل حاجة، الراس بقى اللي انا عملت بيها طبعا مش هرميها. انا محتاجة شوربة الجمبري علشان انا هعمل بيها الاكل. فاخدت بقى الراس كده نضفتها وظبطتها. وبعد كده غسلتها كويس. بعد كده هنا جبت حبة زيت على البوتاجاز. في طاسة في حلة في اي حاجة. هفضل بقى اقلب في الجمبري بتاعي كده لحد بقى ما ياخد لون كده، تحسي ان هو اخد لون الجمبري لما يستوي، اللي هو لون المحمر يعني. هنزل عليه بحبة ملح وبعد كده مية مغلية واسيبه بقى على النار براحته لحد ما يعمل معايا شوربة. بصوا هغطيه واسيبه بقى براحته. بعد بقى الشوربة ما خلصت معايا هصفيها بقى علشان تبقى كده الشوربة جاهزة معايا وهركنها جنبي. اخد منها. انا هاخد منها للملوخية وهاخد منها للجمبري اللي انا هعمله. بصوا كده بقى الشوربة جاهزة هركنها على جنب. يلا بينا نعمل التتبيلة بتاع الجمبري. معايا نص كوباية من الزبدة. لازم زبدة. بعد كده نزلت عليها بمعلقتين من الزيت، ممكن زيت زيتون زيت عادي براحتك. نزلت عليها بحبة فلفل اسود كده. بعد كده ده شبت اللي هو الخضرة. نزلت بحبة شبت. وبعد كده نزلت بالملح وهقلبهم كده في بعض. هنزل كمان برشة كمون. هنزل عليهم برشة كمون. وفي حاجة انا ما صورتهاش. نزلت كمان بليمونة، عصرت عليهم ليمونة وفص توم واحد بس صغير. بعد كده هنا بقى جبت طاسة كده جهزت الخلطة معايا. بعد كده جبت طاسة على النار. حطيت فيها بقى هنا حبة زيت. بعد كده بقى هرص الجمبري بتاعي كده. بصوا يعني هخليه مفتوح قدامي كده زي ما انتوا شايفين. هرص كل الكمية معايا وبعد كده هقول لكم هعمل فيه ايه. كده بقى رصيت كل الكمية معايا. بصوا اتفضل حبة بقى شلتهم هعملهم في طاسة تانية. هجيب بقى الخلطة اللي انا عملتها بالشبت والزبدة معايا. بصوا هحشيه بقى كده بالخلطة من جواه. بصوا زي كده بالفرشة يعني هدهنه بالخلطة كلها. بصوا لحد بقى ما نزلت على كل الجمبري بتاعي بالخلطة. بعد كده هجيب نص كوباية من الشوربة بتاعة الجمبري اللي معايا. هنزل بيها مش فوق الجمبري لا، من الحافة كده، يعني انا هدخله تحت الجمبري بس. هحط بقى الغطا عليها يعني هغطيها واسيبه بقى لما يستوي تماما وبعد كده اوريهولكم. بصوا هنا بقى كان استوى. هجيب بقى باقي الخلطة معايا اللي فضلت معايا. طبعا أنا ما استخدمتش الخلطة كلها. وهدهن بقى الوش بتاعها كده. بجد الليمون مع الشبت مع الزبدة بيخلي طعم الجمبري تحفة. هنا بقى باقي الجمبري اللي فضل معايا هعمله لحد ما يستوي وبعد كده هطفي عليه. هنا بقى الملوخية. معايا مكعب من الزبدة. نزلت فيه بفص توم واحد بس مفروم. هقلبه بس قلبتين كده مش هسيبه يحمر خالص. ومعايا هنا الجمبري بتاعي بقى مغسول ومتنضف ومتظبط بقى كده نزلت بيه. هقلبه بقى كده لحد ما يغير لون ويدخل على سوا.
كده الجمبري بقى بتاعي استوى. هنزل بقى عليه برشة فلفل اسود ورشة كمون، ونزلت عليه كمان بمكعب من المرقة. هنزل عليه بقى بالشوربة بتاعة الجمبري اللي احنا راكنينها. هسيبها بقى تغلي كده براحتها، تسخن وتغلي كده براحتها. الاول انا هنزل بفص توم ني، ني خالص، بيدي بجد للشوربة عامة في الملوخية، اذا كانت ملوخية عادية او ملوخية جمبري بيديها طعم حلو قوي. بعد الشوربة بقى كده ما غلت معايا، هنزل بقى بالملوخية بتاعتي، انا كنت خرطاها ومجهزاها جنبي. هنزل بقى فيها كده وافضل بقى ايه، اقلب بقى فيها كده لحد ما كل التكتلات اللي فيها كده تفك. بصوا زي كده. هنزلها بقى كده من على النار، اول ما تفور كده هنزلها من على النار. يلا بقى بينا نعمل الطشه بتاعتها. مكعب زبده، وعليهم حبه زيت، عليهم فصين بقى توم كده على حسب كميه التوم اللي انتي حباها. اول ما اخد معايا لون، نزلت بقى عليه كده بالملوخيه. نزلت بكل الملوخيه بتاعتي. بعد كده بقى هطفي عليها. طفيت بقى عليها كده ورجعتها في الحله بتاعتها بقى. بصوا هنا الجمبري بتاعي بعد ما خلص، بجد كان تحفه. جربوه بالطريقه دي على ضمانتي. يلا نقدمه مع بعض. هفضيه هنا بقى في طبق. بصوا يعني شكله بس كفاية. بصوا عامل ازاي. بصوا هنا بقى الملوخية بتاعتي. يلا بينا نقدمها مع بعض. بصوا عاملة ازاي وقوامها عامل ازاي. بجد لونها تحفة وطعمها كان تحفة. بصوا قوامها عامل ازاي. بجد الطريقتين احلى من بعض. قدمت انا بقى جنبيهم رز ابيض وقدمت كمان جنبيهم سلطة خضراء. ممكن انتي بقى تقدمي جنبها مكرونة بالوايت صوص، ممكن تقدمي جنبها اي حاجة جنب الجمبري عامة يعني. بس انا عشان عملت رز فانا عملت ملوخية الجمبري، فحبيت اوريكم الطريقة بتاعتها. وبكده خلص الفيديو معانا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.